السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الزوج لزوجته وهي أستاذة لغة عربية: أنا أحبك، فلم تجبه وانصرفت إلى المطبخ غاضبة. لحق بها الزوج متعجبا وسألها: هل قلت شيئا خاطئا؟ أجابته الزوجة وهي تحاول كتم غيظها: بالتأكيد لم تعبر عن حبك بالطريقة الصحيحة. رد الزوج مستغربا: كيف؟ وما الخطأ في قولي؟ قالت الزوجة: لأنك قلت أنا أحبك، وهذه العبارة نحويا تفيد أنك تحبني وتحب غيري، ففي أحب فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أما الكاف فهي ضمير متصل في محل نصب مفعول به. حسب قواعد اللغة، إذا كنت تحبني أنا فقط كان عليك تقديم مفعول به على الفعل والفاعل، كأنك تقول إياك أحب، مثل قوله تعالى: إياك نعبد، التي تفيد القصر وحصر العبادة لله وحده، لأن تقديم المفعول يفيد الاختصاص. ظل الزوج صامتا لفترة يحاول فهم الدرس النحوي الذي تلقاه للتو، ثم قال بنبرة مرهقة: إياك أطلق. ثم ضحك الزوج وسكت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.